أهلا بيكم حبايبي الغاليين، تحياتي ليكم جميعا. النهاردة أنا جايب لكم وصفة ممتازة جدا لعلاج ارتجاع المريء. في الغالب بيكون معظم الأسباب لارتجاع المريء وجود جرثومة المعدة، وطبعا دي من المعاناة اللي بيعاني بيها معظم الناس اللي عندها الجرثومة. وعلشان ان انت تتخلص من ارتجاع المريء لازم كمان هنتخلص من جرثومة المعدة، وده هيتم بمشروب هنعمله النهاردة. يلا بينا نشوف المشروب. المشروب عبارة عن مكونين اتنين بس، والمكونين الاتنين دول سهل جدا ان انت تشتريهم من عند العطار، وكمان سعرهم قليل جدا، مش هيكلفوك اكتر من 20 جنيه. لو جبت ب10 جنيه لبان دكر، وجبت ب10 جنيه كمان زعتر. طريقة تحضير المشروب سهلة جدا. هتجيب المية، وتكون مية نظيفة مش من الحنفية، يا اما مية مفلترة يا اما مية معدنية. وهتبدأ ان انت تغلي المية لوحدها بس، ما تضيفش عليها اي حاجة خالص. هتصبر عليها لحد لما المية تغلي، وبعد كده هتقوم طافي عليها النار. وبعد ما هتطفي عليها النار هتبدأ ان انت تحط حبايات من اللبان ومعلقة صغيرة من الزعتر، وهتضيفها على المية. وبسرعة هتقلب المشروب، وهتبدأ ان انت تغطيه، وهتسيبه مدة ما تقلش عن ربع ساعة قبل ما تصفيه. وبعد لما تصفي المشروب هتبدأ ان انت تشربه. المشروب ده هتشربه كل 12 ساعة بالتحديد، يعني لو انت صحيت الساعة 10 الصبح وعملته هتشربه الساعة 10 بالليل. وهيكون الفاصل ما بينك وما بين الأكل الصبح على الأقل ساعتين، يعني مش هتفطر إلا بعد ساعتين من شرب المشروب. هتستمر على المشروب ده 15 يوم. لما هتشربه بالليل ما يكونش بعديه أي حاجة تانية خالص تاكلها أو تشربها، غير المية طبعا لو عطشت. لكن آخر حاجة هتشربها قبل ما تنام هتكون هو المشروب ده، وهتستمر عليه 15 يوم. وإن شاء الله بعد ال15 يوم هتدعيلي. لكن في خلال الفترة دي حاول إن أنت تبعد عن كل المسبكات، وتبعد عن كل الزيوت، وتبعد عن الكافيين بأنواعه والمخللات، وما تاكلش أي حاجة من بره، ويكون أكلك كله صحي وما يكونش فيه الدقيق الابيض. يعني حاول ان انت كمان تاكل العيش البلدي او العيش الاسمر. وان شاء الله ربنا يشفيكم ويعافي كل واحد شايف الفيديو ومحتاج ان هو يعرف المعلومة دي. ربنا يشفيكم ان شاء الله جميعا. المعلومة دي عن تجربة انا جربتها شخصيا، والحمد لله ربنا شفاني وعافاني، والدال على الخير كفاعل.